حيلة لو عملتها هتقدر ترجع أي شخص ليك بعد ما كان عايز يسيبك. خلينا متفقين ان انت عمرك ما هتقدر تجبر حد على حاجة هو مش عايزها، لكن تقدر تخليه يتراجع عن قراره من نفسه بحيلة واحدة هتعملها. الحيلة دي هي انه لما حد يجي يقولك خلينا صحاب، قول له ماشي خلينا صحاب. طب ما احنا كده كده يا ابني صحاب اصلا، امال احنا ايه؟ لما حد يجي يقولك انا مش عايز اكمل، قول له تمام زي ما تحب، دي حاجه ترجع لك اكيد، انا اصلا كنت شايف كده من الاول بس انت سبقتني. هتلاقي ان الشخص اللي قدامك احتار من ناحيتك وبدا يفكر ويستغرب، مع ان هو اللي كان عايز كده من الاول، بس هو كان فاكرك هتتضايق وتعارضه. لكن لما انت عملت عكس توقعاته، انت كده ضمنت اول حاجه وحطيتها في جيبك، انك انت خليت الشخص ده يفكر ويحتار في امرك. لما يقعد يفكر ويحتار في امرك هيبدا بعدها بشويه يحوم حواليك ويحاول يرجع لك واحده واحده. والشخص اللي كان بيقول لك خلينا صحاب، هتلاقي تصرفاته ما بتدلش على انكم صحاب. ليه بقى؟ لان الممنوع مرغوب، والشخص اللي قدامك لما يحس انك هتضيع منه فعلا وانك مش فارق معاك، هيلاقي انك بايع القضيه، فهيرجع يفكر فيك تاني.